سورة البقرة بنسمع فيها طالوت وجالوت وداوود. مش عارفين القصة دي ايه وايه هي القصة دي واولها ايه واخرها ايه، وهل سيدنا داوود او اسم داوود المذكور في القصة دي هو سيدنا داوود فعلا عليه السلام ولا لا؟ هنعرف مع بعض النهارده ان شاء الله. يلا بينا، بس قبل اي حاجة عايزة دعم جميل منك ولايك جميل واشتراك جميل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا. بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام بني إسرائيل قعدت فترة كبيرة جدا ما كانش عندهم رسول أو نبي. فربنا سبحانه وتعالى بعث لهم رسول أو نبي اسمه صمويل أو شمويل، وده طبعا اسم من الأسماء اللي احنا ما نعرفهاش أصلا خالص ولا نعرف عنه أي شيء. فده كان نبي مرسل ربنا بعثه بعد وفاة سيدنا موسى. في الوقت ده برضو بني إسرائيل ما كانش عندهم ملك حاكم ليهم. فالنبي أو سيدنا صمويل اختار رجل كان صالح في الوقت ده، كان صالح وحكيم ذو بنية قوية أو يعني جسمه قوي. فطبعا كان بني إسرائيل في الوقت ده كانوا عايزين يخوضوا حرب معينة، لأن فبني اسرائيل طبعا كانوا رافضين ان هم يعني يختاروا طالوت ان هو يبقى مالك عليهم او حاكم عليهم، وكانوا بيقولوا ازاي يبقى هو حاكم علينا واحنا حق منه بالملك، يعني احنا احسن منه مالا واحسن منه حكمه واحسن منه كل شيء، ازاي هو يبقى ملك علينا؟ فسيدنا صمويل او شمويل قال لهم ان ربنا اختاره، والدلاله على كده ان هو هيجيب لكم او ربنا هينزل له التابوت بتاع سيدنا موسى. تابوت سيدنا موسى ده يا جماعه فيه بعض الجلود والصحف طبعا والحاجات المكتوب عليها التوراة، تمام. وكان في عصاية سيدنا موسى وبعض آثار سيدنا موسى. وطبعا بني إسرائيل كانت بتعظم التابوت ده جدا جدا، بس اتاخد منهم في حرب. فطبعا كانوا مستنيين التابوت ده يرجع لهم بفارغ الصبر. فلما قال لهم كده قالوا خلاص تمام احنا موافقين ومفيش اي مشكله خالص، احنا خلاص وافقنا بطالوت ان هو يبقى ملك علينا وهنخوض الحرب معاه. فربنا سبحانه وتعالى نزل لهم التابوت فعلا قدام عينيهم، الملائكه نزلته للملك طالوت. خلاص وخلاص اتفقوا ان خلاص احنا متفقين ان هو خلاص بقى الملك بتاعنا واحنا موافقين عليه ومفيش اي مشكله خالص. طالوت خد الجنود وزحفوا علشان يقتلوا الاعداء، تمام. فهم في الطريق ربنا سبحانه وتعالى حب يختار لهم او حب يمتحنهم زي ما احنا بنقول كده. عايز يشوف الفئه الضعيفه ضعيفه الايمان، والفئه اللي هي ماشيه كده وخلاص يعني معاه، يعني هم مترددين من جواهم بس ماشيين وخلاص معاه. وعايز يعرف الفئه فعلا اللي مامنه بربنا كويس جدا وبتجاهد في سبيل الله ومش بيهمها اي شيء. فطبعا ربنا حطهم في اختبار صعب جدا جدا جدا، ان هم طبعا ماشيين في الصحراء، والصحراء احنا عارفين جو حر جدا شديد الحراره وعطشانين جدا. فامتحنهم بان هم هيلاقوا في طريقهم نهر. الملك طالوت طبعا قال لهم احنا هنلاقي نهر، واللي هيشرب منه مش هيبقى مني، تمام، يعني ما يتبعنيش تاني، مش هيبقى تبعنا، واللي مش هيشرب منه ده هيبقى مني وهيبقى عدى الاختبار والامتحان بتاعه تمام جدا جدا. فلما فعلا جم عند النهر قال لهم طبعا باستثناء يعني ان ربنا طبعا سبحانه وتعالى رأف عليهم طبعا لان هم فعلا عطشانين. فقال لهم الا من اغترف غرفة بيده، يعني حاجه بسيطه كده بس يبل بيها عطشه ويشفي بيها ايه يعني عطشه الشديد، تمام. فلما فعلا جم عند النهر ففي فئه طبعا ما وفتش بالعهد اللي هو خده عليهم، وفي فئه طبعا التزمت بيه وطبعا مؤمنين بربنا طبعا سبحانه وتعالى كويس جدا تمام الايمان. فاللي خد غرفه بيده، وفي منهم ناس كمان مشت بيتش نهائي خالص ومشيت حسب العهد اللي خدوه على نفسه، تمام. فلما طبعا فئه كبيره جدا اللي خلفت العهد، يعني هم كانوا حوالي 80,000، الفئة اللي خلفت العهد حوالي 76,000، يعني حوالي 4,000 بس هم اللي فضلوا متمسكين بالعهد مع سيدنا مع الملك طالوت. فلما طبعا التقى الجيشين مع بعض، جيش جالوت وجيش طالوت الملك طالوت، جالوت الطاغية طبعا طلع لوحده في الأول وقال مين ينافسني أو مين يقاتلني؟ فسيدنا داوود عليه السلام طلع وكان فتى في الوقت ده لا يبلغ من العمر 18 سنة. فقال له أنا هبرزك. فطبعا جالوت استخطر بيه، أنت مين أنت اللي طالع تبارزني وأنا يعني خلاص أنا طاغية وأنا محدش بيقدر عليا، وأنت اللي فتى صغير طالع تبارزني إزاي يعني؟ فقال له انا مش عايز اقتلك. سيدنا داود عليه السلام رد عليه قال له بس انا عايز اقتلك، تمام. فبضربه واحده سبحان الله من سيدنا داود بالمقلاع بتاعه جت في دماغ جالوت.
تمام. وطبعا كان في الوقت ده كان في رياح شديده، فسبحان الله يعني الضربه كانت مضاعفه جدا على دماغ جالوت. فمن ضربه واحده من ايد سيدنا داود عليه السلام انتهى جالوت وانتهت الطاغيه جالوت. وطبعا ده عمل هزه في الجيش بتاع جالوت طبعا، لان ازاي يعني القائد بتاعهم خلاص انتهى، فطبعا اكيد هم هينتهوا بعده على طول جدا. فده طبعا اثر فيهم سلبي، وخلى جيش طالوت هو اللي هزم، هو اللي كسب المعركه. وطبعا كان سيدنا كان الملك طالوت، انا اسفه، كان الملك طالوت كان متفق مع سيدنا داود ان هو لو فعلا قتل جالوت كان هيجوزه بنته. وسبحان الله لما قتل لما قتل جالوت الطاغيه جالوت، لما سيدنا داود يعني قتل الطاغيه جالوت فعلا زوجه بنته. وطبعا وربنا سبحانه وتعالى بعد كده ربنا رزقه الحكم والنبوه والعلم، واداله ملك كبير جدا لم يؤت احدا من قبل ولا من بعد. وطبعا الايات اللي بتدل على اللي احنا بنقوله ده اللي هي في سوره البقره، الايه من اول 147 الايه اللي بتقول: وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. يعني هو كمان ما عندوش فلوس خلاص وما عندوش مال، ازاي يبقى هو مفضل علينا؟ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. يعني ربنا يعني يتصرف ويفعل ما يشاء، احنا مالناش دعوه خلاص. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني الآية بتاعت إن طالوت يبقى هو الملك عليكم، إن ربنا سبحانه وتعالى هينزل لكم التابوت بتاع سيدنا موسى اللي أنتم مقدسينه طبعا، وفيه الحاجات اللي أنتم مقدسينها اللي هي بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. تمام. والعصاية بتاع سيدنا هارون وبعض ملابس سيدنا موسى وبعض الملابس الخاصة بيه. تمام. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، زي ما احنا قلنا، ومن لم يطعمه يعني اللي مش هيشرب منه خالص فانه مني الا من اغترف. يعني رحمه ربنا برضو، الا من اغترف غرفه بيده، حاجه بسيطه يروي بيها العطش، يروي بيها العطش بتاعه. تمام. تمام. فلما جاوزه وهو الذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. يعني قالوا ازاي احنا عدد قليل وتعبانين وهنقاتل ازاي خلاص. قال الذين طبعا ايه يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. يعني كتير جدا حصل ان فئه صغيره ربنا بيديهم القوه وبينزل معاهم العون والغوث من عنده وبيهزموا الفئه الكبيره باذن الله وبركاته وبرحمته. تمام. ولما برزوا لجالوت بقى يعني لما تقابلوا مع بعض قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله وقتل داوود سيدنا داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه ماشي وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. كانت النهارده القصه بتاعتنا مع بعض قصه سيدنا داود عليه السلام وطالوت وجالوت. والقصة دي في سورة البقرة طبعا كلنا بنقرأها دايما أو بتورد على سمعنا من بنسمع راديو أو بنسمع أي حاجة حتى لو أنت ما بتقرأيش، وقصة أنت ما كنتيش عارفاها. النهاردة وضحناها مع بعض وعرفناها مع بعض. المرة الجاية مع قصة جديدة إن شاء الله. ما تنسوش لايك جميل واشتراك جميل للقناة ودعم جميل منكم. السلام عليكم.